مبهدله. الكتاكيت بتاعتي الحمد لله بصحه كويسه زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. طبعا امبارح مسكنا العشه الكبيره اللي هي اللي في وش العشه الصغيره، مسكناها وروقناها وخرجنا كل اللي فيها. طبعا كركبنا الدنيا بره زي ما انتم شايفين كده. حبيت اصور معاكم واوريكم التوضيبات اللي احنا عملناها، نظفناها وكنسناها وطهرناها لان دي واسعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا طلعنا كل حاجه بره. ده طلعت النهارده بقى قلت لازم هنضف واروق عشان اخلي الكتاكيت تتعود على الفراخ. بس لازم اعمل خطوه مهمه جدا عشان احافظ على طيوري، هي ان انا لازم اقص ريشهم لان هم بيطيروا خفاف، فريشهم طويل فمشجعهم ان هم يقدروا يطيروا. لان طلعت امبارح لقيت كتكوتين على السور، فقبل ما اروق وقبل ما انضف عشان ما اوسخش تاني هنضطر اقص ريش الكتاكيت عشان حتى لو سبتهم مع الفراخ الكبيره او خافوا منهم ما يقدروش ان هم يطلعوا على السور ويطيروا. طبعا في الحاله دي هيروحوا مني. فزي ما انتم شايفين كده بقى احنا هنمسك واحده واحده اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، حصلتها مليانه واكله وما شاء الله عليها. هنقص الريش بتاعها. في ناس بتنتف الريش، انا مش بحب اوجع الطير، انا بقص ال الريش ازاي زي ما انتم شايفين كده. بصوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتقصيه ما تخافيش، المقص يكون حامي وطبعا مش جايه عند لحمهم خالص. بصوا انا هقص لكم كام واحده وهكمل باقيين عشان ما اطولش عليكم الفيديو، لان في معلومات مهمه جدا هقولها لكم جوه الفيديو. طبعا اهم معلومه ان انت بالطريقه دي مش حفاظ على الطير ان هو ما يطيرش بس، لكن ان الطير الاكل اللي هياكله هيرمي على جسمه، يعني هيرمي على لحمه، لان كل ما بياكل ريشه بيطول. فانت لما تقص الريش الاكل اللي هيجي هيرمي على الطير، يعني بتبقى حاجه كويسه. وكمان عشان الجو الايام دي حر. بصوا في ناس بتنتف الريش كده، انا صراحه مش بحب اوجع الفرخه او الديك، لان كل ما بتنتفي ريشه بيفضل يصوت. فلا هو برضو كده بالمقص بيصوت، بس بالمقص بيصوت خوف، لكن انا بحس ان لما بتنتفي ريشه بيبقى وجع. بصوا يعني بصوا بوريكم تاني اهو. طبعا هم بيعرفوا ان اللي بينتفوا واحده وما لقوش فيها دم بيقولوا لا هي خلاص ينفع ان احنا ننتف. في اللي بيبقى لسه ما كبرش لما بتيجي تنتفي الريش بتاعه كده بيبقى بيجيب دم. زي ما انتم شايفين كده بقى روقت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المغرب دخل علينا. بصوا نظفت الدنيا، يعني صراحة نظافة من الإيمان فعلا، راحة نفسية. الواحد كده عايز كوباية شاي كده ويقعد في النظافة دي. خلاص الفراخ الكبيرة حتى دخلت المغرب أول ما يأذن كل واحد بيروح على بيته. هنا روقت ونظفت عشان إن شاء الله هصور معاكم. تاني يوم هطلع لهم الصبح وهصور ونسيبهم بقى مع بعض ونشوف الوضع ايه، وهوريكم الوضع ايه معايا في الفيديو. انا حبيت ادمج يومين مع بعض عشان انتوا تشوفوا النتيجة بتاعة النظافة، وان انا لازم اقلم الطير مع بعضه. لازم خلاص العشه الصغيره دي حضانه كتاكيت ما ينفعش يعيش فيها فراخ كبيره، وكمان عشان السقعه داخله فلازم الفراخ الصغيره تندمج مع الفراخ الكبيره يعني. فزي ما انتم شايفين كده بقى خلاص انا روقت والمغرب أذن عليا. هنزل بقى خلاص وبكره ان شاء الله الصبح اطلع اصور لكم. وزي ما انتم شايفين كده يعني النظافه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مفيش بعد كده. تاني يوم طلعت طبعا الصبح لسه الشمس طالعه، حطيت لهم اكل، وبعد ما عشان يخرجوا بره العشه حط لهم اكل بره لانهم طبعا جعانين وصاحيين جعانين. فقفلت باب العشه بتاعهم وسبتهم بقى ان هم الاثنين يتاقلموا مع بعض. حتى فرخه كبيره بتاكل معاهم اهو. قلت هسيبهم واطلع لهم على العصر. هوريكم ان انا لما طلعت العصر ايه النتيجه اللي لقيتها او ايه الوضع اللي انا لقيته. بس انا ما خفتش عليهم لان انا قصرشهم، فمهما الفراخ الكبيره هجمتهم هيفضلوا جوه السطح مش هيحصل لهم حاجه يعني. هجوم الفراخ الكبيره مش حاجه صعبه او حاجه هتموتهم عشان تخليني لا. انا طبعا جربت كذا مره، جربت كذا مرة. أنا مش أول مرة أربي، أنا بقالي 10 سنين أو 11 سنة بربي، فأعرف كويس أن أخليهم يندمجوا مع بعض. هي بتبقى بس صعوبة في الأول 3 أيام ولا حاجة. زي ما انتم شايفين بقى كده طلعت في العصر لقيت الكتاكيت دخلت العشه الكبيره لوحدها تلقائيا. هم هاجموهم وانا طبعا قافله باب العشه الصغير، ما لقوش غير هو باب العشه الكبير يخشوا فيه. فدي حاجه فرحتني ان في خطوه جديده ان هم بداوا ينسوا الحضانه بتاعتهم الاساسيه. فدي خطوه ريحتني. انا بقى حطينا لهم حبه علف اهو
جوجو حطيت لهم علف. فزي ما انتم شايفين كده بقى كله جعان. وقت العصر ده هو انا بحط لهم وجبتين في اليوم، وجبه فطار ووجبه في العصر، بس طبعا الوجبه بتكون كبيره. فاحنا طبعا جوجو بس كانت بتجرب بتشوف هل هم هيقدروا ياكلوا جوه العشه الجديده ولا لا. فطبعا طول ما الطير جعان هياكل في اي مكان هتحطيه، يعني هيتحط له فيه اكل. فاحنا بدأنا كده، دي خطوه ايجابيه كويسه ان هم بدأوا خرجوا من هنا لهنا مسافة برضو. فحاجة كويسة جدا ان احنا نبدأ خطوة ايجابية. طبعا انا اهم خطوة هعملها ان انا لازم اخليهم يتأقلموا مع الفراخ الكبيرة جوه العشة الكبيرة، لان انا عايزة كله يبات في مكان واحد. خلاص، ما مش عايزة ده يبقى في مكان وده يبقى في مكان. الحاجات اللي بفصلها اللي بتبقى منفصلة هي اللي بيبقى بط، ديك رومي، وز. وطبعا دي حاجات انا ربيتها قبل كده، وكل الحمد لله ما فيش حاجة انا مربيتهاش. كل حاجه ربيتها ما عدا الارانب. يعني انا مش ماليش في الارانب قوي، بس كل حاجه ربيتها وصراحه لقيت افيد حاجه في التربيه هي تربيه الفراخ، لان بصراحه ليها انتاج بيض. وزي ما انتم عارفين اسعار البيض الايام دي غالي جدا. يعني البيضه ب5 جنيه، لكن ولحمه طبعا انتوا عارفين برضو اللحوم غاليه جدا. فانت بتاكلي حاجه من خير بيتك، اي ضيف يجيلك، اي حد يجيلك، طول ما بيتك عمران وفي خير، ايه، اي يعني بتبقي تحت اي حد يجي تكون الحاجه متواجده. ايوه العلف غالي والدشيشه غاليه، وسعر الكتكوت اساسا انا كنت جايبه كتكوت ب6.5. بس انا حابه كده، يعني انا حابه بصوا بعد التعب بتلاقوا نتيجه، بعد التعب بتلاقوا جبران خاطر. ايوه بتعب في النظافه وبتعب في رعايتهم، بتعب يعني هم حاليا عندهم اسهال. طبعا عرفت ازاي ان هم عندهم اسهال، لقيت الارض بتاعه العشه الصغيره رطبه، يعني زي ما يكون كابين ميه. فطبعا يبقى كده الطير بتاعك عنده اسهال، لازم الاسهال يتعالج. اوعي تسيب الطير بتاعك اوعي تسيب الطير بتاعك وهو عنده، يعني عنده اسهال. تعبك كله هيروح هباء. زي ما انتم شايفين كده الفرخه هناك، انا قفلت بقى ضرفه الشيش دي عليهم على اساس ان هم ياكلوا. طبعا في فرخه عايزه تخش معاهم، بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي لو دخلت هتخليهم هم ما ياكلوش. بصوا يعني هي عايزه تخش معاهم، زنقه نفسيها مع عايزه تخش، طبعا ما عرفتش فخلاص حاولت. طبعا انا دول مأكلاهم الحمد لله ومطمنه عليهم، فعشان كده قفلت على الكتاكيت عشان ياخدوا وجبتهم كافيه، لان انا مش بعد الوجبه دي خلاص المغرب بتأذن وخلاص ما فيش اكل. فزي ما انتم شايفين كده طبعا جبت لهم سقات الميه عطشانين جدا، خايفين بقى، كانوا خايفين بقى ان هم يخرجوا يشربوا ومش عارفه، رغم ان انا كنت حاطه لهم فخاره فيها ميه على الباب، بس هم عطشانين زي ما انتم شايفين كده. لازم طبعا بنطلع لهم نطمن عليهم بنشوف وضعهم ايه. فهم بيشربوا. وطبعا لما تكوني عايزه تحطي علاج للطير بتاعك حط لهم العلاج وهم عطشانين، عشان ياخدوا كل كميه العلاج في العطش يفضلوا يشربوا، فالعلاج ان شاء الله يعمل معاهم نتيجه. فاتمنى الفيديوهات تعجبكم وتنور رضاكم. ما تنسوش البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، استغفرك واتوب اليك. اتمنى الفيديوهات تعجبكم وتنور رضاكم. اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير. انا بتشرف باي حد يشترك معايا في القناه، واللي يشترك معايا في القناه يفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. استودعكم الله لا استودعوا ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في رعايه الله.